في مجتمع دايما بيحط المرأة في مركز الاهتمام، وطبعا القانون دايما بيكون في صفها. فطبيعي تلاقي الشباب أو يلاقي الشباب نفسهم متعلقين كده بين شوية اختيارات صعبة ممكن تخليهم يتخلوا عن شوية من مبادئهم. وده اللي شرحته لينا الرواية بتاعتنا النهاردة، اللي بتتكلم عن شاب أو طبيب بيحاول يبني مستقبله مع البنت اللي بيحبها. بس الحياة والواقع كان أكبر من طموحاته، ولكن مع ذلك هو عافر وحاول يتحمل كل مطالب أهل العروسة اللي كانت أكبر من طاقته لحد ما اتجوز. وكان فاكر إن الجواز ده هيكون نهاية المعاناة بتاعته، ولكن مع أول مشكلة بينهم في البيت كل شيء بيتغير، والقانون اللي المفروض إن هو بيحمي أي مواطن وقف في صف مراته. والنتيجة كانت إن هو خسر بيته وولاده وكمان شغل. بس دايما الطبيب ده كان حاسس إن في أمل، لأن هو عارف إن في قانون رباني مش بيرضى بالظلم. فهل بقى تفتكر إن الطبيب ده هيقدر يستعيد حياته تاني؟ ده اللي هنعرفه في الرواية بتاعت جحيم حريتها للكاتب هاني السجاعي، اللي هتنزل إن شاء الله في معرض القاهرة اللي هو اللي جاي، واللي هتكون موجودة تبع دار نشر اسمها وعد. هتلاقيها في صالة واحد جناح E55. بس كده، اشوفك بقى في الترشيح اللي جاي ان شاء الله. سلام.